السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أننا في موسم الليمون أردت أن أعطيكم معلومة. بما أن أغلبكم يقومون بعمل مركز من الليمون وكذلك العصير، نستحفظ أو نحافظ على القشر لأجل الماسكة الطبيعية أو لوضعه في الحلويات. هذه أول غسلة لكمية الليمون التي اشتريتها. فقط أردت أن أريكم هاته النقاط، هاته السوداء، هاته تجدونها في حبات الليمون. هذه الليمونة كانت توجد، يعني ما زال هنالك بعض منها كانت مملوءة بها. هذه أصدقائي ليست ترابا، وإنما هي مخلوقات متطفلة تسكن على في هذه الثقوب الموجودة في حبة الليمون والبرتقال. يعني هذا مخلوق حي ويجب إزالته تماما. أنها تظهر لكم. مهم، سأضع لكم اسمها في صندوق الوصف إن كنتم تريدون معلومات أكثر. يعني الذي أردت أن أقوله، لا تتركوا ولا 0.00% منه في المخزون الذي ستستحفظون به، لأنها كما قلت مخلوقات مجهرية، ليست لا غبار ولا أوساخ ولا أي شيء. يعني هذه المخلوقات عندما تؤكل أو تستعمل يمكن أن تكون لها عدة عوارض أو عدة انظروا هنا تظهر بشكل واضح وجلي، وهي يعني فقط أردت أن أنبه لها لكي لا تتغاضى، وخاصة نحن في فصل جمع أو جني البرتقال والليمون. هذا هو كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. إن كان لديكم أي تساؤل فقط اتركوا هذا في تعليق، وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله. رمضان كريم.